ليلة الخميس، كانت نورة تجلس وحدها في المطبخ، تقلب أفكاراً سوداء في عقلها. يوسف، زوجها، أخبرها قبل ساعات فقط أنه ينوي الزواج من امرأة ثانية. شرعاً من حقي، وانت ما قصرتي، بس خلاص، قالها بجفاف، ثم دخل غرفته كأن الأمر لا يعنيها. لكن عقل نورة لم يهدأ. في 2 صباحاً، داخل منزلها في مدينة العين، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2018. دخلت غرفته بهدوء. يوسف كان نائماً. سكبت مادة مهدئة قوية في عصيره قبل ساعة. كانت بانتظار مفعولها. أيقنت أنه أصبح نصف واعٍ، عاجز عن المقاومة. سحبته نحو المطبخ بصعوبة. فرشت الأرض بغطاء بلاستيكي كبير كانت قد اشترته قبل يومين. أغلقت الباب وبدأ التنفيذ. أحضرت سكيناً جزارياً بطول 30 سنتيمتر ومطرقة معدنية تستخدم في تفتيت العظم. وجه يوسف كان بلا حراك، عيناه نصف مفتوحتين، صامتتان تراقبان. بدأت بالعنق. ضربة واحدة لم تكن كافية، فوصلت حتى انقطع الحلقوم وبدأ الدم يخرج بغزارة. السكين علقت مرتين في العظم، لكنها لم تتوقف. الرأس سقط أخيراً، والتفتت إلى الجسد. قطعت الأطراف بدقة غريبة، مفصلاً مفصلاً. استغرقت في الذراعين والساقين حوالي 45 دقيقة. كانت تغسل كل قطعة وتضعها في وعاء كبير. الجذع كان الأصعب. فتحت القفص الصدري بسكين مشرشرة، أخرجت الأحشاء في حوض غسيل كبير، لفتها في ورق ألومنيوم ووضعتها في كيس أسود. اللحم اللين تم تقطيعه إلى مكعبات وغسل بالخل والبهارات. بعد شروق الشمس بدأت مرحلة الطهو. في إناء ضغط وضعت الأرز، الزعفران، القرنفل، الفلفل الأسود. يتبع